صباح الفل للناس الكل على غير العادة من فوق الشغل من العاصمة دمياط. عبد أسامة الزيات بصبح عليكم جميعا. وسامحوني ان انا واقف الوقفة دي، بس انا كنت مهتم جدا 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 بالانتريه ده او بالركنة الانتريه دي. تعاقدت معايا عليها ام امير من ميامي مدينة الاسكندرية، شرفتني في دمياط وكانت معاها رسمة الركنة دي وغرفة نوم من عندي على القناة. طلبت تعديلات فانا جاي افرجها الركنة. اول حاجة في الركنة مهمة قوي، هي طالبة الاسفنج. شوفوا كده، حطوا تركزوا في حركتي يا جماعة. اسفنج طري جدا 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 جدا. شوفوا يعني انا بتحرك اهو، واقف على السفنج بس، واحنا ما عملناش على الركنة دي دعامات خشبية بالطول غير يمكن واحدة هنا وواحدة هنا، عشان اللي يقعد من كتر ان الاسفنج طري ما يتأثرش بيه. هتسألوني الكوشنز كتير، ايوه هو الكوشنز كتير في الركنة او في الانتريه، لان صاحبتهم والله يا جماعة انا وعدتها وحلفت لها بالله، قلت لها هعمل لك حاجه ارضاها لنفسي ولبيتي وافضل خامات ممكنه. فرجتها الركنه دي خشب، بس انا ما رضيتش اتواصل معاها في القماش عشان تصوير القماش دايما بيتغير يا جماعه في الموبايلات او في الفون. بس هي كانت بعت عينه واحنا اشترينا على العينه واشترينا ليها. مش بس السفنج افضل حاجه، احنا جبناه اغلى متر قماش. متر القماش ده واصحاب الضميط هيشوفوه يمكن يتخطى 300 جنيه من افضل خامات ممكنه. الف مبروك يا ام امير، ركنه بجد حلوه. حاول اقوم بس عشان تشوفيها. هي المفروض تطلع واحد اتنين تلاته اربعه كوشن زي ما انا عملت لك، بس لمسه بسيطه كده عشان انت كنت عايزاهم كلهم ساده، ولو دي ما عجبتكيش هتقدري تشغليها على الجنب التاني، وعملت ده في اتنين بس. المفروض حضرتك يجي لك اربعه كوشنز، جاي لك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه قطع كوشنز. واذا وعد المؤمن صدق. بس مش دي بس الركنه الانتريه بتاعتها، مدام طالبه اتنين بف ما شاء الله مريحين جدا في القعده. يعني انا قاعد عليهم يا جماعه عايز انام. حاجه ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حاجه بتشرف اي حد الصادق مع نفسه صادق مع الناس. ولسه ليها بف كمان يا استاذ شريف، حاول تجيبه وتفرجه للناس. حاجه في منتهى الرقي ومنتهى الشياكه ومنتهى الفخامه. مبادره تعالى دمياط، نصنع كل ما هو جميل او كل ما هو مختلف. بس انا مش جوه الفيديو ده يعني. شريف خلاص الركنه بقت واضحه تماما، الا على حاجه تانية هتلاقي صوره كمان عشان ام امير تكون مطمئنه، عشان ام امير دي بتهمني. وقالت لي هنا في مدينه دمياط، انا بعد ما اتعاملت معاك حسيت ان انت حد من اهلنا. والكلمه دي يا جماعه اقسم بالله اقسم بالله على الصبح فرقت معايا جدا. وطول ما انا بشتغل في شغلها في بالي الجمله دي ومركز عليها جدا. لان المثل بيقول لك يعني اللي امنك ما تخونوش. ودي ست واحنا كنا رجالتها وكنا بدلها وفي ظهرها في مدينه دمياط. مبروك عليك يا ام امير. وزي ما وعدتك قلت لك انا بعمل انتريه لبيتي مع ركنتك. ركنتك اهي، الف مبروك عليك، يا رب تكون بالسعد والهنا. الانتريه بتاعنا اهو عشان اللي عايزه او عايز زيه. ده الانتريه بتاع بيتي يا جماعه، بتاع زكريا ابني قدام حضراتكم. ولكن الترابيزه دي بس اللي مش بتاعته. الانتريه مكون من قطعتين دول او دي الكنبه الكبيره، وانا خدت نفس الخامات. ولو ركزت يا شريف حاولت تجيب لي القماشه دي، اخد لنفسي نفس القماشه بتاعه ام امير ولكن بالالوان اللي هتنفع عندي. الكنبه الكبيره في الموديل بتاعنا يا جماعه بتاع البيت منقسمه لقطعتين، وفي النص المنظر الجميل ده نقدر نحط عليه القهوه بتاعتنا او الموبايل او بيفيدنا جدا. الكنبه التانيه قطعتين برضو عشان نقدر نعرض الشغل بطريقه مختلفه وتبقى في البيت زي ما بيحب، يعني زي ما المساحه تسمح. الاتنين فوتي شيك جدا واخترناهم بعنايه. وبرضه عايز اقول لحضراتكم عشان اللي هيعجبه الانتريه ده او هيطلب عليه، انتوا تقدروا تطلبوه بالاتنين فوتيه دول. تحفه جدا، الترا مودرن، حاجه اعلى مستوى في الايام بتاعت بدايه 2025. بس انا عشان الحمد لله عندي المكان واسع ما خدتش الاثنين دول. ده انا خدت الاثنين دول وكمان عليهم الاثنين الالترا مودرن دول. لو حاولت تجيبهم لهم يا استاذ شريف يبقى اللي انا عايز اقوله للساده المتابعين اخواتنا واصحابنا، تقدروا تختاروا الانتريه. طبعا الانتريه بدون ترابيزه زي كل الانتريات قدامكم، بس حاطين عينات عشوائيه. دول الكنبتين الماستر تقدروا تطلبوهم بالاثنين فوتيه اللي قدام حضراتكم او بالاتنين فوتيه اللي شفتوهم من دقيقه. ده متاح وده متاح. ولو عندك المكان كبير زي عندنا ممكن تاخد الاربعه فوتيه زي ما انا عملت مع
الكنبتين. اولا انا ببارك لام امير، الف مبروك يا ام امير، يا رب يجعل الطقم بتاعك دخلته عليكي بالسعد والخير انت وامير يا رب، والفرحه والهنا، ويجعل الانتريه بتاعي برضو دخلته بالخير علينا، ويفرح بيه زكريا وعبده اسامه الزيات، ويجعلك يا زكريا كده تكون مبسوط وانا بكون لك حاجاتك. شكرا لكم يا جماعه، الصادق مع نفسه دايما صادق مع الناس. حبيت اصبح عليكم، حبيت اوريكم شغلنا على ارض الواقع. سامحوني لو انا وقفت على الشغل. وتعالى يا شريف قبل ما نقفل الفيديو، انا كنت واقف في النص صح؟ طيب ان انا المفروض ان انا لو حاطط سفنج اي كلام امشي ايدي كده الاقي ان السفنج فيه مطبات مكان طبعا وزني، لكن هنلاقيه بالظبط ما شاء الله الله اكبر بالشعره، ما شاء الله حاجه في قمه الرقي وقمه الاحترام. انتوا كمان تقدروا تطلبوا الانتريه الركنه ده سواء الثلاث قطع بالبفين او بدون البفين، وتقدروا تطلبوا انتريه مميز جدا زي بتاعنا اللي جاي لنا بيتنا. و مش بس تقدروا تختاروه، بالعكس تقدروا تختاروا الوانه، وتقدروا كمان تختاروا ستايل الفوتيه اللي هتحبوه وزي اللي انتوا هتختاروه. اللي هيسالني على الانتريه بتاع بيتي، سامحوني بقى مش هنقول سعر ام امير، هي مبروك عليها حاجه مصنعه لها. اللي عايز الانتريه بتاع بيتنا ده، الانتريه بتاع بيتنا سعره 33,000 جنيه باتنين فوتيه بس. يعني تقدر تختار كنبتين والاتنين فوتيه دول او الاتنين فوتيه دول ب 33,000 جنيه. لو عايز الأربعة فوتيه زي ما أنا عملت هيكون السعر 40,000 جنيه. تعتبر بتشتري طقم وتلت بأحسن سعر في مصر. مش هنتكلم بقى في خامات ولا حاجة، دي حاجة رايحة بيتنا، الشغل قدامكم. شكرا ليكم جدا جدا، حسن المتابعة وحسن الاستماع. كل سنة وحضراتكم بألف خير. عبد أسامة الزيات من العاصمة دمياط، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.